في ليلة هادئة من ليالي الصحراء، كان رجل يمني مغترب يقود سيارته في طريق طويل موحش. النجوم تلمع في السماء والرمال تمتد أمامه بلا نهاية. كان ينظر إلى الطريق أمامه، لكن قلبه لم يكن في الطريق، كان هناك بعيداً في اليمن عند أطفاله وزوجته وبيته الصغير. تذكر وجوه أطفاله وهم يودعونه يوم السفر، كانوا يبتسمون له، لكن عيونهم كانت تخفي دموعاً صامتة. قال له ابنه الصغير: يا أبي، لا تتأخر علينا. ابتسم يومها وقال: إن شاء الله يا ولدي، أيام قليلة وأعود. لكن الأيام صارت شهوراً، والشهور صارت سنوات. كان هذا الرجل واحداً من آلاف المغتربين اليمنيين الذين خرجوا من بلادهم ليس حباً في السفر ولا رغبة في الغربة، ولكن بحثاً عن لقمة العيش. خرج ليستر أهله ويحفظ كرامة أولاده حتى لا يمدوا أيديهم لأحد. بينما هو يسير في الصحراء، فجأة توقفت السيارة. حاول التقدم قليلاً، لكن العجلات بدأت تغوص في الرمال. ضغط على الوقود مرة أخرى، فازدادت السيارة غرزاً في الرمل. نزل من سيارته ونظر حوله، لا بيوت، لا ناس، لا شيء سوى الصحراء الواسعة. وقف بجانب سيارته والتعب يملأ جسده، والهموم تثقل قلبه. تذكر في تلك اللحظة أن في بيته أطفالاً ينتظرون منه مصاريفهم، وأسرة تعتمد عليه بعد الله. جلس قليلاً فوق الرمل، ثم رفع رأسه إلى السماء، رفع يديه بالدعاء، وقال بصوت مكسور: يا رب، أنت تعلم حالي، خرجت من بلادي من أجل أطفالي، فلا تردني خائباً يا رب. فرج همي ويسر طريقي، وارزقني لأعود إلى أهلي بوجه مرفوع. كان يشعر أن الغربة ثقيلة، وأن الطريق أطول مما كان يظن. الناس يظنون أن المغترب يجمع الأموال وأنه يعيش في نعيم، لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله. سنوات تمر وهو لا يملك إلا القليل، مجرد قوت يكفي يومه ويرسل شيئاً بسيطاً لأهله. ثم يأتي العيد، فيجلس وحده في غرفته أو سيارته ويتخيل بيته في اليمن، يتخيل أطفاله وهم يلبسون ثياب العيد، ويتخيل ابنته الصغيرة وهي تقول: متى يأتي أبي؟ حينها يشتد الشوق في قلبه، ويتمنى لو كان طائراً يحلق فوق السحاب لينزل فجأة على باب بيته.